السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي هنعمل صينية فراخ ماشي، بس بالطماطم والبصل من غير بطاطس. انا كنت عايزة اعملها صراحة ببطاطس، بس الولاد قالوا لا عايزينها كده بالطماطم والبصل. تمام. معانا المكونات بسيطة خالص. معانا نص فرخة وغسلناها طبعا بالليمون كويس وبالملح والسكر زي ما انتوا عارفين. دي اهم حاجة فيها، انك تغسل الفراخ كويس. تمام. وبعد كده قطعت البصل والطماطم حتت صغنونه كده. دول يعني 5 طماطميات ولا 6، لان ولادي بيحبوا ياكلوا الطماطم دي والبصل معاها يعني. ومعانا الصينيه. وبعد كده هنحط ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الفراخ بعد ما غسلناها كويس رشينا عليها شويه فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده، وهنحطها. دخلنا الصينيه. تمام. هننزل بيها كده. هننزل بيها كده. وخليكم معانا عشان نشوف هنعمل ايه. يا حبايبي هنحط معلقه سمنه كده عادي، سمنه عاديه من الهولندي يعني، مش بلدي ولا حاجه، دي مش يفرق فيها. وخليكم معانا عشان نشوف هنحط ايه فين. وبعد كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، هنحط بقى الطماطم والبصل المتقطع وشويه فلفل اسود شويه حلوين يعني، وواحده مرقه وشويه شطه بسيطه يعني، عشان تبقى ايه، الطماطم والبصل دي احنا بننشفها في الصينيه، مش بنخليها فيها ميه كتير يعني. عيالي بيحبوا ايه ياكلوها كده مع الرز. تمام. يبقى فيها شويه ايه حراره يعني. فخليكم معانا، احنا هنحط دي دلوقتي كده بسم الله. ماشي. وخليكم معانا عشان نشوف هنعمل ايه. وبعد كده يا حبايبي احنا معانا ميه سخنه اهي غالينها، مش هنحط ميه بارده لا، ميه سخنه اهي. مش هنحط كتير يعني، ممكن ايه، كوبايه ونص كده. تمام. يعني اهو مقدار الميه اهو زي ما انتم شايفين كده، مش كتير. وهنغطي عليها ونسيبها ايه، نص ساعه. وبعد كده هنروح ايه جالبينها على الناحيه التانية، بس هنحط شويه ملح طبعا. ونعمل حساب ان احنا حاطين مرقه. لان الميه دي هتنشف والبصل والطماطم دي هينشفوا، فهتحتاج معاكي، فاعملي حساب ان فيها مرقه، ومش تحطي ملح كتير. اظبطيها بعد ما تغلي معاكي، حطي لها ايه، شويه ملح وبس. وخليكم معانا نشوف هنعمل ان شاء الله. احنا كده يا جماعه هنقلبها على الناحيه التانية اهي، عشان برضو ايه، الصدر اهم حاجه ان هو يستوي برضو، مش يبقى معايا ناي. هنقلب الورك برضو اهو، خليكم معايا. ماشي كده. وعلى فكره انا حطيت شويه ملح وحطيت شويه سكر، يعني ايه، ذره بسيطه من السكر عشان تبقى الفراخ مسكره وحلوه ان شاء الله. خليكم معانا. وهدخلها الفرن على فكره كده، انا هدخلها الفرن خلاص. خليكم معايا. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، هي خلاص استوت على فكرة، بس جلبتها بقى الناحية التانية عشان تاخد اللون. ماشي وبس. وهنطفي عليها ان شاء الله. خليكم معايا. وهنعمل هنا شوية رز بشعرية. حطيت معلقة سمنة كبيرة وحطيت شوية زيت بس عشان تخليهم كده مفلفلين. خليكم معايا. هنحط اهي الشعرية، بس انا بحب الشعرية يعني تبقى كتير. ماشي. يعني لو كوبايتين مثلا رز، احب احط كوباية شعرية. تمام. هنفضل ايه، هخليها لونها ذهبي. ماشي. طبعا واحنا بنحمر في الشعريه كده يا حبيبي نحط شويه فلفل. تمام. وهنحمر كمان شويه. خليكم معايا. وحطينا اهو معاكم الرز. تمام. هنحط دلوقتي الملح. دي واحده. انا عارفه المقدار اللي انا عاملاه هياخد مني ملح جدين اهو. هنقلب كده مع بعض. هي يعني الرز مش محتاج حاجه، هي بتبقى مشكلة كلها بس في المية بتاعته عشان مش تطلع ايه، طري او كده. هي دي مشكلته، انما هو سهل جدا يعني مفيش حاجة. ماشي. وخليكم معانا. وهنحط المية زي ما انتوا شايفين كده. ماشي. هو كده يا جماعة مقدار المية المظبوط. ماشي. يا دوب يغطيه كده، يا دوب يغطيه. تمام. هنسيبه بقى لما المية ديت خلاص تنشف من على الرز، بعد كده نوطي خالص. وخليكم معانا ان شاء الله. بس وبكده يا حبايبي يكون احنا خلصنا معاكم الغدا بتاع النهارده. وبس كده. وادي الرز اللي احنا عملناه سوا، والفراخ اللي عملناها سوا برضو الحمد لله. تمام. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.